هلو هلو، يلا تعالوا معايا خروجه كده سريعه وفلوج سريع قوي. هنعمل جلسه سكين كير. عايزاكم تشاركوني اللحظه، تعالوا معايا. جبتكم بقى عند مين؟ عند احلى بنوته تعملوا عندها سكين كير. انا عملت امبارح عندها تنظيف بشره. انا عايزه اوريكم منظري عامل ازاي بجد. يعني وشي، الناس اللي عارفه وبتشوف وشي فريق جدا. جاي النهارده اعمل ديرما، والاول مره هجرب ديرما. لاول مره دكتور ايه هتخليني اجرب ديرما النهارده، قالت لي جربيه على مسؤوليتي ومن غير بنج، متخيلين؟ فانا واثقه فيها جدا بجد. بنوته جميله جدا، حد دارس، حد فاهم. فلما تحطوا تدوا وشكوا لحد يا جماعه، يكون حد يكون اديوكيتد قوي بالموضوع عشان الغلطه بفوره. لاول مره اعمل سكين كير ما يحصليش حاجه في وشي. بصي وشي ازاي ما شاء الله بجد. وشي قعد فتره في حد اذاني خلى وشي فعلا متبهدل. فيوكا بصراحه دلعتني امبارح، خلت وشي بسم الله ما شاء الله. هصور لكم جلسه الديرما، احنا هنصور جلسه الديرما. هنصور جلسه الديرما دلوقتي واحاول اوريكم يعني حاجات كتير قوي. وهنعمل ديرما تفتيح ونضاره. وكمان التصبغات اللي في الوش والحاجات، وهنرمم البشره. بعد الديرما على طول لازم نستخدم بعدها بيومين حاجه اسمها السيكا ده اللي بيبقى ترميم لحاجز البشره. الحاجات دي بتدفع فيها فلوس، هي بتقولها لكم بلاش، فاستفيدوا بقى ماشي. يعني هنستخدم سيكا بعدها لو حصل اي مضاد حيوي. بعدها بيومين 3 بالكتير تستخدم حاجه فيها السيكا. ده بيبقى ترميم لحاجز البشره. اوكي تمام. هحاول اصور لكم الجلسه، بس هي هتطول بالها عليا، هي بالها طويل جدا لان انا بتوجع قوي. والديرما بحقن صح؟ اول مره اجربه. الديرما ده اللي هو احنا بنحاول بنحقن للمخ صح؟ ندخل الماده للبشره. بس مش اي ماده وخلاص، الماده بتبقى يعني مناسبه لبشرتك. فهنحقن شويه يعني حاجه هتموتوا ضحك. بس هي انا خوفه جدا وهي بالها طويل، فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا هنا الدكتور كانت بتدي نصايح ان انا لازم الحقنه بتاعتي وقت الجلسه تتفتح قدامي. يعني اللي بيتعامل مع اي مكان او اي مركز او بيروح اي كلينيك لازم يشوف الحقنه بتتفتح قدام عينه، لان بتقولي ان في عيادات بتستعمل حقنه بعد حقنه، يعني بتعمل جلسه بعد جلسه بنفس الحقنه، فلازم تتفتح قدامي مجرد ما تخلص تترمي. طبعا عشان انت ما بتستحمليش خالص. لا بص، بتحط بنك، قلت لها حطي بافتراء بضمير. حرفيا هي مش بتستحمل. بس انا مش بحب ان انا في جلسه الديرما ان انا احط اي مخدر او اي حاجه، بس في ناس ما بتستحملش. انا بشرتي صعبه قوي، حساسه جدا. عشان تسيبني ان انا اكمل الجلسه فاضطر ان انا اخد على لان انا عارفه لها اعصابها في جلسه التنظيف، فهي بتريحني بالظبط كده. اخرج في الشمس بعد الديرما. سان سكرين، تحطي سان سكرين. ويستحسن انك يومين ما تخرجيش. لو حصل وخرجتي تحطي سان سكرين كل 3 ساعات. وهنرطب، ولو في اي التهابات لا قدر الله من الحيوي، وبعدها بيومين 3 لازم نحط حاجه ترميم. مضاد حيوي في سيدين صح؟ في سيدين او اي حاجه بديله ليه عادي جدا. وترطيب كتير طبعا. بس بعد السيشن يا دكتور اول 4-5 ساعات ما اجيش جنب وشي خالص. ولا ترطيب ولا اي حاجه. احنا ولا ما ينفعش اساسا بعد الجلسه ان انا امسك لك منديل زي اللي احنا بنشوف ان احنا نقعد نطبطب على الوش والدم والكلام ده، ما ينفعش. بعد ما بخلص الجلسه انا ما باجيش جنب وشك، بس بقى 4-5 ساعات ما تغسليش وشك ولا بغسول ولا باي حاجه، ولا مرطب ولا اي حاجه. طبعا اكتر حاجه بتوجع بقى الجبهه. طمني قوي. انا شايفه منظر الحقنه ده ديرما زي ما قلت لكم، ترطيب، تفتيح ونضاره، واعاده ترميم، صح كده؟ بالظبط كده. اوكي. اول 4-5 ساعات ما اعملش اي حاجه، بعد ال4-5 ساعات اعمل ايه؟ ابدا اتعامل عادي. ابدا اغسلي وشك. في التهابات بترجعي لي بكتب لك على حاجه معينه للبشره، مضاد حيوي. مفيش اي حاجه عادي بقى تحطي برده مضاد حيوي، مش عايزه تحطي براحتك. بعدها بقى كذا يوم بقى بنبدا بقى نكتب الروتين الصح عشان البشره ده وحاجه يكون فيها سيكا. طبعا. اوكي. وما ينفعش ان انت عمرك ما استخدمتي السيكا. اول حاجه تستخدميها زي لاروش مثلا، تقيله على حاجه البشرة. خفيفه. احنا بنهيئ البشره يعني على المهل. اوكي. بس الترطيب بعد السيشن لا، استنى بعد 4-5 ساعات اعمل غسول وارطب. بالظبط. فتره ما انا هروح بقى دلوقتي من الكلينيك مثلا لبيتي. الفتره دي انت ممكن تستخدمي سان سكرين. مش هتستخدمي سان سكرين انك تستحسن ما تقفيش بس في حته فيها شمس. اوكي. يعني لو مسافه تمام ممكن نتعامل عادي. احنا في الشتاء غير الصيف. اوكي. هو في العادي على فكره الدكتور ايه بتقول ان الديرما
في الشتاء بيكون احسن من الصيف. طبعا هي في الشتاء احسن، واساسا يعني معظم البنات اللي بتجيلي في الشتاء مش في الصيف. اوكي وبرده في الصيف كويسه. تمام، يلا نبدا. يلا بينا. كده احنا استعملنا ايه في تفتيح في ونضاره. الجرمه؟ ده تفتيح ونضاره اهو، بصوا اهو. ده اكمل اثار الحبوب. طبعا انا مش فاهمه اي حاجه من اللي هي بتقولها. في اثار حبوب بحط لك عليها. اوكي. هنحط حاجه بسيطه قوي من الميزوسات. اوكي، يعني تفتيح ونضاره، والاكني دي عشان اثار الحبوب لان انا عندي بقع كتير، عندي اثار حبوب كتير، وده التفتيح والنضاره والميزو سيرابي، صح كده؟ اوكي، يلا نتوكل على الله. هنزعل.